لو حد فيكم راح لدكتور وقال له انت عندك وسواس قهري، او لو محتاج تعرف معلومات اكتر عن الاضطراب ده وازاي ممكن يتعالج، شوف الفيديو ده للاخر. انا متخيلة قد ايه الاعراض مرهقة بالنسبة لك وقد ايه بتستهلك من وقتك وجهدك. احنا عارفين ده من مئات الاولاد والبنات اللي شكوتهم شبه الشكاوي بتاعتك بالظبط. تعرف ان نسبة المصابين باضطراب الوسواس القهري حوالي 2 ل 3% من البشر؟ عارف ده معناه ايه؟ معناه إن لو مدرستك فيها 1000 طالب وطالبة، يبقى 20 ل 30 واحد منهم بيعانوا من نفس المشكلة. ومعناه إنه لو بصينا على استاد كرة قدم من اللي بيكفي 100,000 مشجع، نقدر نتوقع إن بينهم 2000 أو 3000 شخص بيعانوا من الوسواس القهري. يعني إيه وسواس قهري؟ السؤال ده وأسئلة تانية كتير هنجاوب عليهم دلوقتي. أول حاجة مهم تعرفها عن الوسواس القهري إن الأفكار اللي بتيجي في دماغك والسلوكيات اللي بتعملها بعدها ليهم علاقة بحاجات بتحصل في المخ، زيها بالظبط زي الزغطة اللي بتجيلنا كلنا. تقدر تقول إنها شبه التهنيجة أو العطل اللي بيحصل في التليفون أو التابلت بتاعك. ساعات لما بتدخل على الانترنت من موبايلك بتظهر لك رسائل غريبة، منها اللي بيطلب منك تنزل برنامج أو تسجل رقم سري أو تغير حاجات في الإعدادات أو السيتنجز أو الحاجات اللي شبه كده عشان تحمي تليفونك. لو حد أول مرة بيشوف الرسائل دي هيبقى مخضوض ومش عارف المفروض يعمل إيه. هل فعلا يدخل على الإعدادات أو يغير أي حاجة؟ ساعتها غالبا بيسأل حد عنده خبرة شوية بالتكنولوجيا، واللي ببساطة هيقوله ما تشغلش بالك، دوس كانسل وكمل اللي انت بتعمله. دي رسائل مزعجة ومش مهمة خالص، ومفيش حاجة هتحصل لو سبتها من غير ما تعمل أي حاجة واستحملت إزعاجها لثواني. لكن لو حصل وضغطت على سيتنج بدل ما تضغط على كانسل، هتلاقي نفسك في سلسلة من الخطوات الغير مفهومة واللي هتبعدك عن اللي كنت بتعمله أصلا، ومش عارفين ساعتها هتوصل لحل للمشكلة ولا لأ. تقدر تقول ببساطة إن الأفكار الوسواسية شبه الرسائل الغريبة المزعجة دي، وإن السلوكيات القهرية شبه الدخول للإعدادات عشان توقف الرسالة، وإن الوقت اللي بيضيع في محاولات وقف الرسائل دي كان ممكن تقضيه في حاجات مفيدة أو ممتعة. الجميل إن الشخص ده بعد ما بقى عنده خبرة هو كمان بالتكنولوجيا، بقى قادر يشوف الرسائل دي لما تظهر من غير ما يتخض، وبقى مدرك إنها رسائل ملهاش قيمة، وما بقاش يضيع وقته معاها، بيدوس كانسل وبس وهو باله مرتاح. هل نفهم من كده إن عمل السلوكيات القهرية اللي بعد الأفكار بيزود المشكلة؟ بالظبط. تقدر تقول كأن الوسواس القهري بيتغذى على الحاجات دي، وعشان كده دايما يلح عليك عشان تعملها. خلينا نقول هنا حاجة مهمة، إن توجهك للسلوكيات دي مش غلط منك. زي ما قلنا من شوية، دي تهنيجة بسيطة، عطل في المخ بيكرر نفسه لأن دي الطريقة اللي هو متبرمج عليها، واحنا نقدر نتغلب على الوسواس ده بأننا ما نديلهوش الغذاء اللي هو عايزه عشان يكبر. ممكن تسأل وتقول بس أنا بحس إن السلوكيات دي بتساعدني، ومنها اللي بحس إنه بيحميني أو بيحمي ناس بحبهم. هل ده يخليها مفيدة وما تبقاش زي رسائل الإنترنت المزعجة؟ عندك حق تسأل السؤال ده. شكلها بيبان مفيدة فعلا ومهمة وبتساعد وبتحمي، لكن الحقيقة مش كده. هقولك إزاي. الوسواس القهري فيه صفات إنه مش بيقدر يميز بين الأفكار اللي بتقول إن في حاجة وحشة ممكن تحصل وبين إن الحاجة الوحشة دي تحصل بجد. عشان تشوف الفرق بينهم هديلك مثال. ممكن أقعد هنا وأفكر إن بيتي بيولع أو إن السقف بيقع فوق دماغي، لكن أنا عارف إن وجود الأفكار دي جوه مخي مختلف تماماً عن إن ده يحصل في الواقع، وإن تفكيري ده ملهوش أي علاقة بإن ده يحصل بجد أو لأ. عارفة السؤال اللي في دماغك دلوقتي بتقول وهل ممكن حد يخاطر بده؟ إزاي يبقى عندي الأفكار المرعبة دي وما حاولش إني أصلحها حتى أو أعمل أي حاجة؟ خليني أقولك إن ببساطة أنت تقدر تتعلم ده، إنك توقف تغذية الوسواس القهري بالسلوكيات اللي بتكبره وتقويه. وأقدر أوعدك إن لما هتعمل كده الوسواس القهري هيفقد قوته وتحكمه فيك هيقل. لكن لما بتحاول توقفها بطريقة مش مظبوطة، كل لما بتخرجها من الباب بتلف وترجع تدخلك من الشباك، بتحبطك أكتر وتوترك أكتر.
وتخليك تعمل مجهود كبير من غير أي فايدة، وفي أفضل أحواله بيعمل نجاح ضعيف والوقت قليل. لكن لو عملت أوضة للأفكار دي تقبل وجودهم فيها زي قبول الرسائل الإلكترونية على موبايلك، ساعتها هتقدر تعمل اللي وراك بطريقة أحسن، والغذاء اللي بيوصل للوسواس القهري هيقل لما هتقلل السلوكيات القهرية، والحاجات اللي بتخاف من إنها تحصل في جميع الأحوال مش هتحصل، وده هيخلي الوسواس يضعف أكتر وأكتر وأكتر. ببساطة وبوضوح، لما بتغير الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الأفكار الوسواسية بتبقى أنت متحكم فيها أكتر، مش هي اللي متحكمة فيك، والرسائل المخيفة دي تكرارها وشدتها هيقل. ممكن دلوقتي تكون اقتنعت شوية بكلامي وبتسأل أعمل ده إزاي، وخصوصا إنه صعب عليا. خليني أقولك إن في دكاترة ومعالجين نفسيين كتير متدربين تدريب كويس جدا عشان يقدروا يساعدوك تعمل كده عن طريق علاج اسمه العلاج المعرفي السلوكي. وفي بعض الأحيان ممكن الدكتور يلاقي إن الدواء ممكن يساعدك. وعشان أوضح لك إزاي ممكن مرضك يتعالج بالدواء أو بالعلاج المعرفي السلوكي، خليني أسألك، سمعت قبل كده عن مرض السكر؟ مرض السكر بيحصل نتيجة لمشكلة عضوية في البنكرياس، وعلاجه زي ما بيكون بالأدوية بيكون كمان بالالتزام بالتعليمات اللي بيقولها الدكتور عن ممارسة الرياضة اليومية أو الغذاء الصحي السليم وكمياته المناسبة وتوزيعه في اليوم. الالتزام بالتعليمات دي بيكون له دور مهم في تحسن المريض والوقاية من المضاعفات. انت كمان تقدر تتحكم في مرضك وتسيطر عليه زي بالظبط مريض السكر ما بيقدر يحافظ على صحته إذا التزمت بالتدريبات اللي هتتعلمها في العلاج السلوكي. بالظبط كأنك في ماتش كرة قدم أو كرة سلة، انت ما تقدرش تتحكم في خطة الفريق المنافس، ما تقدرش تتحكم في درجة حرارة الجو، ما تقدرش تتحكم في قرارات حكم المباراة، لكن تقدر انت وفريقك تتحكموا في حركتكم في الملعب وسرعتكم في الهجوم وقراراتكم بالوقت المناسب لتنفيذ الهجمة بتاعتكم، وتحديد مين اللي هيستلم الكورة ويبصيها لمين، ومين في النهاية اللي هيسدد في مرمى الخصم. ده بالظبط اللي بيحصل في العلاج، انت وفريقك بتركزوا في الخطة وبتنظموا الصفوف وبتنفذوا الهجمات، والفريق المنافس كمان أوقات بينفذ هجمات. النجاح مش بيكون سهل دايما ومش بيحصل طول الوقت، يعني انت هتكون كأنك لاعب والمعالج هيكون زي المدرب بتاعك اللي بيجهزك للماتش وبيحط معاك الخطة وبيشجعك ويساعدك تتعلم من أخطائك عشان تنمي مهاراتك. ممكن كمان باباك ومامتك يكونوا جزء من الفريق طالما هيلعبوا باجتهاد ويلتزموا بالتعليمات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.